على الجانب التاني في مباراة الأهلي والزمالك الحضور الجماهيري بقى فيها طبعا محدود جدا، لأن عندنا في الدوري المصري مسموح بعدد معين للجماهير، وطبعا ده خلاه يزيد من الشعر بيت ويقول إن مباراة الأهلي والزمالك دي بقت ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط. لو خد دي كمان بيقول ديربي إزاي وهو بيتفرج عليه أهل بلده بس. ده ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط لا غير. طب نرجع بالزمن سريعا كده ل 24 ابريل 1907 تأسيس النادي الأهلي، و5 يناير 1911 تأسيس نادي الزمالك، وأول بطولة تنافسية أو بطولة حقيقية في مصر كانت سنة 1911، وأول مسابقة في دوري مصر كانت سنة 1948. لو بصينا بصة سريعة كده على الجانب السعودي، أقدم نادي تم تأسيسه في السعودية على ما أعتقد نادي اتحاد جدة سنة 1927، وأول بطولة لمسابقة الدوري عندهم سنة 1976.